كيفية صلاة الليل ووقتها الشرعي؟ صلاة الليل، كثير من العراق خصوصا اجتني أسئلة ومسجات أنه إحنا الحين عرفنا فائدة صلاة، شلون نصليها؟ أنا أعطيكم الطريقة السهلة إخواني وأخواتي، إن الله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الطريقة السهلة، صلاة الليل وقتها من منتصف الليل الشرعي، تقريبا منتصف الليل الشرعي في أكثر بلادنا يصير من ساعة 11:30 وانت طالع. فإذا واحد من عندكم سهران إلى 11:30 يقدر ساعة 11:30 يصلي صلاة الليل وينام عليه بالعافية، بعدين يقوم لصلاة الصبح. إذا أحيانا واحد موظف لازم أول الصبح يقوم، ما يتمكن يقوم في منتصف الليل، نوم ثقيل، علماءنا الأجلاء يقولون يجوز تصلي صلاة الليل في أول الليل. ساعة كم تنام؟ 9 صليها ونام، صليها الساعة 9 مو مشكلة. سهلوا على أنفسكم. زين، كيفية صلاة الليل، الكيفية السهلة هي صلاة الليل 3 مقاطع. المقطع الأول نافلة الليل، المقطع الثاني صلاة الشفع، المقطع الثالث صلاة الوتر. نجي إلى المقطع الأول، 8 ركعات، هاي النية، أصلي 8 ركعات صلاة نافلة الليل قربة إلى الله تعالى. الله أكبر. تصلي ركعتين مثل صلاة الصبح، حمد قل هو الله، سريع. كملت، بعد ما تنوي الركعتين الثانية، لأن أنت نويت قلت 8 ركعات، قوم أيضا بدون نية اعتمادا على النية الأولية، برأسا تقوم الله أكبر، حمد قل هو الله، ركوع سجود سجود بحول الله، ركوع سجود سجود، كملت ركعتين، هاي صار 4 ركعات، وبعد ركعتين وبعد ركعتين، 8 ركعات، 8 ركعتين، يعني يصير 4 أزواج إن صح التعبير. زين، هاي نافلة الليل. هذه كل ركعة على الكثير تاخذ دقيقة واحدة، وجرب هدينا شوف، بدي أقول لكم شيء غيبي. خلصنا 8 ركعات صلاة الليل، نافلة الليل في 8 ركعات في 8 دقائق، يا الله. قوم نجي إلى المقطع الثاني، ركعتين صلاة الشفع قربة إلى الله، الله أكبر، بس تقرأ حمد قل هو الله، الركعة الأولى الركعة الثانية مثل صلاة الصبح، هذا ما اختلفنا، هاي صلاة الشفع. خلص، يبقى لك المقطع الثالث ركعة واحدة، الله أكبر، أصلي مرة، هاي نية، أصلي ركعة واحدة صلاة نافلة الليل، صلاة الوتر عفوا، ركعة واحدة صلاة الوتر، بالقرآن جاي والشفع والوتر. إذا واحد ضيع هاي الأسماء ممكن تراجع في سورة الفجر، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري إلى آخره. زين، نجي إلى الوتر. الوتر ركعة واحدة، أصلي ركعة واحدة صلاة الوتر، الله أكبر، مستعجل بس مرة حمد، مرة قل هو الله أحد، عندك مجال 3 مرات قل هو الله أحد كافي، أكثر عندك مجال اقرأ المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. إذن هو قل هو الله أحد مرة هم يكفيكم شباب. خلصت، تشيل إيدك، شنو تريد اطلب من الله، اطلب من الله، والله سبحانه وتعالى يعطيك إن شاء الله. تتحدث مع ربك في منتصف الليل، نعم مستحب 300 مرة تقول العاف، 70 مرة تقول استغفر الله ربي وأتوب إليه، تدعي ل40 مؤمن اللهم اغفر لفلان، اللهم اغفر لك المصباح، طيب ثواب أكثر، ما سويت مو مشكلة. ارفع ايدك وتقول اللهم صل على محمد وآل محمد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. خلاص كافي. سجلوا اسمك من المصلين، من المتهجدين في صلاة الليل. ركوع ركعة واحدة، بعد تركع تسجد تشهد وتسلم، 11 ركعة، روح نام عليك بالعافية. وإذا تنام وانت متوضي من الليل إلى طلوع الفجر يكتبوا لك عبادة، لأنك نمت متوضي. ومن مات متوضئا فكأنما مات في محراب صلاته في حال العبادة. يعني إذا أنت متوضي ونمت لا سمح الله سكتة قلبية واحد مات، رأسا إلى الجنة، لأن أنت متت في حال عبادة.
ثواب عجيب. ليش ما نجمع الثواب؟ ليش ما نحب الثواب؟ والوضوء مو صعب على كل الناس، الحمد لله الآن كل مكان مي متوفر، تتوضا رأسا تصلي هاي الصلاة وتنام. هذا صلاة الليل لا يفوتكم. أنا مشكلتي ويا كثير من إخواني الله يحفظهم، أيام محرم صفر رمضان يصيرون خوش وليد، مؤمنين متدينين، بنات يصيرن مؤمنات محجبات. انتهى محرم وصفر، بقولة العراقيين راح الصفر جانا ربيع، يا محمد يا شفيع، تتغير الأمور. نكون من هذا النوع، دائما كونوا مع الله. شوف الإمام زين العابدين عنده عجيب مثال جميل. الإمام زين العابدين سلام الله عليه، الإمام يقول كلام زين العابدين. الإمام عليه السلام يقول جابوا جنازتين 3 جنايز، هذا الشاب واقف قال هذول شنو؟ قال